فيلمنا بيبدأ في قرية أوز للسحر، وهم مستعبدين الحيوانات وبيخليهم يشيلوا أتقل أنواع الحجارة عشان ينقلوها من مكان لمكان. وبجملة الشر بقى بنلاقيهم بيعلنوا إن القرية لسه على موقفها، وإنهم رافضين رفض تام وجود الحيوانات وسطهم لأنهم يعتبروا أعداء بالنسبة لهم. وفجأة بيحسوا بحركة مش طبيعية من الحيوانات اللي حواليهم، وإن تقريبا كده والله أعلم سلاسل الحديد اللي مربوطين بيها بتتفك. وهنا بقى بنلاقي حارس الأمن بيقول لهم انسحبوا من المكان بسرعة، لأن الساحرة الشريرة رجعت تاني على المقشة بتاعتها، وهي السبب في كل اللي بيحصل فينا دلوقتي. وفعلا في اللحظة دي بنلاقي الساحرة ألفا وهي داخلة عليهم طيران، وبتعمل معاهم الصح واحد ورا التاني عشان تحرر الحيوانات. وأول ما بتلف ظهرها بتلاقي قرود طايرة وجاية ناحيتها، وطبعا بما إنها قرية سحرية فأكيد طبيعي يبقى في قرود بتطير، فبتقرر إنها تلم الدور وتاخد مقشتها وبتجري، لأن في المواقف اللي زي دي الجري نص الجدعنة. وبما إن مفيش أسرع من انتشار الأخبار، بنلاقي الساحرة موربل وهي طالعة في نص القرية وبتغني بصوت عالي وبتقول لهم الحقوا وخبوا عيالكم، لأن الساحرة الشريرة رجعت تاني. وبترجع تفكرهم بماضي ألفا، وإن كل اللي هي عايزاه توصل له إنها تكسر كلام الساحر أوز اللي مسيطر على القرية، وتنشر الفساد في كل حتة زي ما عملت قبل كده في القرود وحاولتهم بجناحات. وطبعا بترجع تأكد عليهم إن آراء الساحر هي اللي صح، وإن الحيوانات هم الأشرار في رواية أحدهم، وعشان كده هو عايز يطردهم من القرية. وبعدها بقى بنلاقي ألفا وهي بترد لها الأغنية بس في الكهف بتاعها الصغير، لأن كده كده محدش هيبقى عايز يسمعها ولا حتى يشوفها، لأنهم بيخافوا من شكلها بسبب إن لونها أخضر. المهم يعني إنها بتحاول تدافع عن نفسها، لأن الساحر أوز هو اللي من كذا سنة استغل إنها مستجدة على عالم السحر وخلاها تعمل كده في القرود، على أساس يعني إنها بتجرب تعويذة من كتاب سحري من باب الفن مش أكتر، وإن كل اللي فارق له إنه يسيطر على القرية ويطرد كل الحيوانات الطيبين. وساعتها بتلاقي قدامها كتاب كانت واخداه هدية من صاحبتها جليندا اللي كانت معاها في مدرسة السحر، وبيبان على وشها إنها متضايقة جدا، وواضح كده إن الموضوع فيه غدر صحاب. ووقتها بتبقى جليندا اتحولت وبقت جود جليندا، واللي هي الطيبة يعني، ومن كتر طيبة قلبها نسيت صاحبتها تماما اللي طردوها من القرية وتعاملوا معاها أسوأ معاملة، وبقت عايشة في قرية أوز عادي وموافقة على كل معتقداتهم وأفكارهم على أساس إنها ساحرة هي كمان. وبيكون حواليها فريق كامل بيحققوا لها رغباتها ويسكتوها عشان ما تعملش صداع على الفاضي. ووقتها بتلاقي المساعد بيبلغها إن في احتفال الأسبوع اللي جاي وإنهم عايزين يكرموها. أنا مش عارف عليه الصراحة، بس أكيد الناس شايفين حاجة إحنا مش شايفينها. ولأن جليندا طيبة جدا وأفكارها أطيب منها، فبتقترح عليه بمنتهى الجدية إن إيه رأيك نعمل براند ونخلي اسمه جود، وهي فكرة جديدة من باب التنوع يعني. فبينبهر إن إزاي دماغها شغالة بالشكل الجبار ده. وأول ما بتدخل أوضتها بتلاقي الساحرة موربل واقفة مستنياها، وبيكون باين عليها إن خلقها ضايق حبتين، وبتقفل الباب في وش المساعدين وبتبلغها إن صاحبتها رجعت تاني وعاملة قلق في القرية كلها، وإنهم مش فاضيين للعب العيال ده لأنهم ناويين يفتتحوا طريق الحجارة الفترة الجاية. وطبعا رجوعها خلى الناس نفسيتها مش أحسن حاجة، ومفيش حد هيقدر يروق عليهم ويعلي الدوبامين عندهم غيرك. ده غير إنها كمان بتبقى جايبه لها كرسي بيطير وحواليه كرة كبيرة زي اللي بتطلع من الصابون. فجليندا الروح الطيبة بتسيطر عليها وبتفضل تلعب بالكرسي والكرة اللي حواليه، وبتنسى صاحبتها والمصايب اللي هم فيها. فموربل بتحاول إنها تتحملها على أساس إنها عيلة صغيرة وبتلعب وكده، وبتفهمها إن الساحر أوز أصر إنه يعملها الكرسي ده عشان تبان إن عندها إيه مواهب سحرية، لأن مش معقولة يعني هيبقى لقبها الساحرة الطيبة وما بتعرفش تطير حتى. وبما إنها ساحرة فأكيد هتبقى محتاجة عصاية سحرية لونها بامبي عشان تكمل الطقم. وفي الوقت ده بنلاقي جليندا بترجع فلاش باك وبتفتكر عيد ميلادها في السابع من عمرها، لأن دي كانت أول مناسبة يجي لها فيها عصاية سحرية. ولما حاولت تستعرض قدراتها قدام صحابها لقيت مفيش قدرات أصلا، فحاولت تداري على الموضوع، واللي هو ما يمكن عشان ما قلتش التعويذة قبل ما أبدأ صح. ورجعت حاولت تاني بمنتهى الثقة، لكن للأسف كانت النتيجة واحدة. ومن حظها في اللحظة دي إن واحدة من الموجودين لقت قوس قزح في السماء، فكلهم افتكروا إن هي اللي عملته بنفسها. ووقتها هم الوحيدة اللي خدت بالها إنها متضايقة، لأن أكتر حاجة جليندا نفسها تحققها إنها تكون ساحرة بجد. فالست كتر خيرها حاولت تهون عليها بإن الناس كلهم بيحبوها، وإن دي نعمة مش موجودة عند أي حد، ويلا بقى وريني الابتسامة الجميلة. وفي الوقت ده بقى موريبل بتعمل حفلة على الضيق وبتجمع فيها أهالي القرية كلها. وطبعا جليندا مش هتلاقي فرصة أحسن من كده عشان تتدخل فيها بالكرسي اللي بيطير، وبتفضل تغني يجي 10 دقايق عشان تروق عليهم وترجعهم للمود تاني. وبعد ما بتخلص بنلاقي موربل بتستغل الفرصة وبتعلن إن الشاب الجميل اللي واقف ورا جليندا الطيبة جدا يبقى فيرو حبيبها، وإنه لسه متعين قائد في الجيش اللي الساحر أوز عمله مخصوص عشان يقبضوا على الألفا. وساعتها بيبقى فيرو باين عليه الاستغراب لأنه ما يعرفش هو وجليندا بقوا حبايب إمتى، هم آخرهم كانوا صحاب من نفس مدرسة السحر مش أكتر. وأول ما بيجيله فرصة عشان يتكلم بيغير الموضوع وبيأكد على الناس إن هدفه الأساسي إنه يقبض على الساحرة بنفسه،
فموربل بتحس ان النقاش مش ماشي زي ما هي عايزه، وبتقوله لا احنا عايزين نعرف ايه احساسك ناحيه انك داخل على خطوبه. ووقتها بيستوعب انه بيتدبس في جوازه، وبيقول لجليندا بصوت واطي احنا اتخطبنا امتى. ولان جليندا الطيبه جدا بتبقى ما صدقت توصل للمرحله دي لانها بتحبه بقالها سنين، فبتفهمه انهم بيعملوا كده عشان يفرحوا الناس، وبترجع تغني تاني. ففيرو بيسيبها تخلص وبيشدها من ايديها وبياخدها على جنب، لانه مش مستحمل فكره ان كل الناس شايفين ألفا شخص شرير، لانه كان زميلها في المدرسه ومتاكد هي ايه كويس. فجليندا بتقول له هو انت فاكر يعني اني مبسوطه انهم بيطلعوا عليها الكلام ده؟ بالعكس ده انا حزينه جدا، مش باين ولا ايه؟ وبتشرح له انها بتعمل ده كله عشان بس بتحاول تساعد الناس مش اكتر، لكن هو بيكون مستوعب انها بتتعامل بانانيه وانها ضعفت قدام الشو وحب الناس من غير سبب، وبتحاول تستغله بكل الطرق الممكنه. ووقتها جليندا بتفكره ان ألفا هي اللي اختارت تهرب، وانها مش عايزه حد يوصلها اصلا، فليه نوقف حياتنا عليها؟ فبيضطر انه يهودها وخلاص، واللي هو لو عايزانا نتجوز فانا موافق عادي. وفي الوقت ده بنلاقي ألفا ظهرت في السماء وبتكتب لهم على السحابه ان اوز بيكذب. فموربل بتعمل على الجمله تعديل بسيط وبتخليها انها تخلص على اوز، وبتفضل تصيح بصوت عالي وسط الناس ان الساحره الشريره عايزه تاخد ساحرنا الجميل. فكلهم بيترعبوا منها اكتر ما هم مرعوبين اصلا. واول ما ألفا بتلمح القرود جايه ناحيتها بتجري بسرعه عشان تهرب قبل ما يمسكوها. ده غير ان فيرو بيستغل الفرصه وبياخد الجنود وبيجري وراها هو كمان، لكن هي بتقدر تهرب منهم بسهوله. ولما بترجع الكهف بتاعها بتكون مضايقه جدا لان الامور وصلت لحد هنا، وبترجع فلاش باك وبتفتكر ايام المدرسه لما كانت بتتجمع مع جليندا وفيرو واختها نيسا، وانهم قد ايه كانوا مبسوطين. وبعدها بنلاقي نيسا وهي قاعده على كرسي الحكم، لان ألفا اصلا من عيله حاكمه، بس ابوها المرحوم كان بيعملها على اساس انها عدوته بسبب لونها الاخضر اللي اتولدت بيه. ووقتها بيدخل عليها واحد من الجنود عشان تمضي على القانون الجديد. فابوك المساعد بتاعها واللي يعتبر من اقرب الناس ليها من ايام المدرسه بيستغرب جدا وبيسال قانوني ده، فبتبلغه ان بلدهم هي الوحيده اللي لسه ما اتطبقش فيها قانون ان الحيوانات هتحتاج تصريح سفر، وانها محتاجه تمضي عليه بسبب انها لو خلفت كلام الساحر اوز هتلاقي الناس كلها بتتهمها انها شبه اختها وانها شريره زيها. ولما بتحس ان ابوك اتضايق من كلامها لان كلهم عارفين ان ألفا شخصيه كويسه، فبتحاول تجر معاه نعم، واللي هو ما انت شفت بعينك ان اختي اتخلت عني وهربت في اكتر وقت انا كنت محتاجه لها فيه، دي حتى ما حضرتش جنازه الحاج ابونا، وانه لو ما كانش موجود معاك كانت هتحس بالوحده وما كانتش هتقدر تعدي من كل الاحداث اللي حصلت. فابوك بيفهمها انه كلام جميل وكل حاجه، بس هو محتاج يسافر قريه اوز لانه مش هينفع يفضل جنبها العمر كله، ومحتاج يشوف حياته هو كمان. فطبعا وشها بيقلب 180 درجه، واللي هو براحتك اعمل اللي انت عايزه. وفعلا اول ما ابوك بيوصل المحطه بيلاقي الامن بيساله عن تصريح السفر، لان ما ينفعش حد يخرج من المدينه غير لو كان معاه تصريح من الحاكمه نفسها، وان القرار ده لسه نازل من 5 دقايق بالظبط. فبيتضايق جدا لانها بتعمل ده كله عشان تسيطر عليه وتخليه جنبها بسبب مشاعرها ناحيته وخوفها من الوحده. وفي الوقت ده ألفا بتلاقي الحيوانات عاملين نفق سري عشان يهربوا منه قبل ما الساحر اوز يخلص عليهم او يسجنهم. فبتحاول انها تتكلم معاهم عشان توصل لهم ان الارض ارضهم وانهم مفروض يعيشوا بحريه، وانها بتحاول تساعدهم بكل الطرق عشان تحقق لهم ده، لكن محدش فيهم بيصدق. وبتلاقي النمر بيرد عليها ان مش انت اللي خليتي القرود تطير مش كده؟ واضح فعلا جدا انك بتساعدي. فبتتضايق لان كل اللي حصل ده كان غصب عنها. وبالصدفه بتلاقيه الدب دولسي، وده بقى كان صديقها المقرب ايام ما كانت الحيوانات قادره تعيش في امان وسط الناس. فبتجري تحضنه لان بقالها كتير قوي ما شافتوش، وساعتها بيشرح لها انهم خلاص ما بقاش عندهم حل تاني غير الهروب للمكان اللي موجود ورا قريه اوز. فبتتضايق جدا لان المكان ده معروف عنه انه كله فراغ وصحراء، وانهم مش هيقدروا ينجوا لوحدهم هناك. بس الحيوانات بتبقى متاكده انهم حتى لو فضلوا هنا النتيجه واحده، وبيسالها انت ليه متمسكه بقريه اوز قوي كده؟ فبتغني له عشان تشرح له وجهه نظرها وانها ما بتحبش المكان ده ولا هو بيحبها، بس كل الفكره انه يعتبر الوطن بالنسبه لها. ولما بتخلص فقره الحزن بتدخل في فقره التشجيع، وانهم ما ينفعش يهربوا ولازم يواجهوا الشر لحد ما يرجعوا ارضهم تاني. لكن كل الكلام ده ما بيفرقش بحاجه لانهم مش واثقين فيها اصلا. وفي نص اليوم بنلاقي بوك وهو داخل يقدم الشاي لنيسا، وطبعا بيبقى قالب وشه لانه متضايق بسبب اللي عملته فيه وانها منعته من السفر. وبالصدفه وهو خارج بيلاقي ورقه مكتوب فيها اعلان جواز الجود جليندا على فيرو، فبياخدها وبيخبيها في الجاكيت بتاعه بسرعه قبل ما تاخد بالها، وبيطلع وبيقفل الباب. وقتها نيسا بتلاقي اختها ألفا واقفه قدامها لانها بتكون عايزه تطلب منها المساعده، لكن نيسا مستحيل توافق على حاجه زي كده عشان هتخاف على شكلها، وبتلومها انها سبب في كل اللي بيحصل، وحتى ما كلفتش نفسها تيجي تحضر جنازه ابوها. فألفا بتستغرب كلامها جدا لان ابوها بيكرهها وكلهم عارفين ده غير انها مش جايه عشان تفتح في القديم. هي كل اللي فارق لها انها تنقذ حيوانات اوز من الضياع، وبما ان جو التضحيه وحب الناس ده مش هياكل مع نيسا، فبتفهمها ان كل اللي فارق لها انها ترجع مبسوطه تاني زي ايام المدرسه، لان ساعتها كان بوك بيهتم بيها وبيتعامل معاها بحب، وان بدل ما هي ماشيه تستخدم سحرها على حيوانات وتطلع لهم جناحات،
فالأولى تستخدمه على أختها وتخليها تقوم من على الكرسي المتحرك اللي قاعدة عليه من ساعة ما اتولدت. فألفا بتنفذ لها طلبها وبتستخدم تعويذة عشان تخليها تطير في الجو. وفي اللحظة دي بيلاقوا بوك داخل عليهم وهو مرعوب من المنظر ومن ألفا شخصيا، وبيسألها انت ايه اللي بتعمليه في اختك ده؟ انت كده هتخليها مبسوطة يعني؟ ولما بيلاقي نيسا مبسوطة بجد بيستغل الفرصة عشان يطلع اللي جواه هو كمان، وانه بيحب جليندا وعايز يسافر قرية أوز عشان يحاول معاها قبل ما تتجوز، لأن ممكن تكون هي كمان بتحبه بس مش عايزة تقول. وهنا بقى نيسا بتتجنن عليهم وبتروح على كتاب السحر عشان تعمل أي تعويذة تخليه يقع في حبها. وبما انها على قد في الحاجات اللي زي دي فبتنطق التعويذه غلط، وبتلاقي بوك مش قادر ياخد نفسه وحاسس ان قلبه بيدق جامد وبيفقد الوعي. فنيسا بتتوتر جدا وبتطلب منها تتصرف باي طريقه او تعكس التعويذه. فألفا بتخرج لها بره الاوضه بسرعه عشان تتصرف هي بقى معاه. وبعد ربع ساعه بنلاقيها خارجه تطمنها انه الحمد لله بقى كويس وانه بس مريح شويه فبلاش تزعجيه. وقبل ما تمشي بتلاقي اختها بتسالها هو انت رايحه فين؟ اكيد رايحه الفرح عشان تلحقي فيرو حبيب القلب قبل ما يتجوز صاحبتك مش كده؟ فألفا بتتضايق جدا لان اختها عمرها ما فهمتها بجد وبتمشي وبتسيبها. وفجأة بنلاقي بوك هو بيكسر الباب بايديه عشان يخرج، وتاري ساحرتنا الجميلة عشان تنقذه حولته لإنسان حديدي. وطبعا لما بيشوف نفسه بيدخل في حالة صدمة وبيبقى عايز يخلص على نيسا عشان ياخد حقه، لكن هي بتنقذ نفسها وبتقول له والله ماليش دعوة، دي ألفا هي اللي عملت فيك كده. وفي الوقت ده بتبقى جليندا العروسة بتجهز لفرحها، وفجأة بتلاقي الإزاز بتاع الشباك اتكسر، فبتفهم على طول إن ألفا موجودة حوالين المكان لأن ده اللي بيحصل لما بتكون متعصبة. وبتطلع البلكونة وبتحاول تنادي عليها عشان تخليها تدخل البيت قبل ما القرود تشوفها. ولما بتلف بتلاقيها في وشها وبتدخلها الأوضة بسرعة وبتاخدها بالحضن لأنها مفتقداها جدا، وبتحاول تقنعها إنها لازم تتكلم مع الساحر أوز لأنه مش طبيعي يعني هتفضل طول عمرها هربانة منهم، وإنها تساعدها بنفسها عشان يوصلوا لحل وسط. وقبل ما تخلص كلامها حتى بتلاقيها مشيت لأنها فعلا بتروح للساحر عشان تتكلم معاه أو تخلص عليه أيهم أقرب. ووقتها بتلاقي جليندا المستعجلة جاية وراها هي كمان، لأن مش معقولة يعني هتعمل مشكلة كبيرة في يوم فرحها. لكن ألفا ما بتبقاش شايفة أي حاجة قدامها غير إنها تنقذ الحيوانات، وبتحذره إنها ممكن تفضحه قدام كل القرية لأنه مش ساحر ولا حاجة، وإن حتى كتاب السحر ما بيقدرش يقرأ التعويذ اللي موجودة فيه. فبيفضل يضحك بسخرية لأن كده كده مستحيل حد يصدقها، وده بسبب إن أهل القرية كلهم بيثقوا فيه ثقة عمياء، وإن بدل ما يفضلوا في صراع طول العمر هو هيعمل لها اللي هي عايزاه وهيحرر الحيوانات عشان تعيش براحتها وسط الناس. فألفا بتصدقه لأن ما عندهاش حل تاني غير كده، ده غير إنه بيثبت لها ده بالأفعال وبيفتح البوابة اللي محتجز فيها القرود اللي بتطير كلها، لأنه كان بيستخدمهم لمصلحته عشان يتنصتوا على المدن اللي حواليهم. وفي الوقت ده ألفا بتكون مبسوطة جدا وهي شايفة القرود بتتحرر وبتطير قدامها بره الزنزانة. أما أوز فبيفهمها إنه هيروح يجهز عشان الفرح اللي عندهم وهي تبقى تتجول براحتها بقى لأن كده كده البيت بيتها. وأول ما أوز بيمشي من هنا بنلاقي القرد تشيستري وده ملك القرود واقف قدامها وعمال يشاور لها على اللوحة اللي موجودة على الأرض، ولما بيلاقيها مش فاهمة أي حاجة بيروح يزق اللوحة بنفسه، وبنعرف بقى إن وراها سجن كبير قوي وكله حيوانات موجودة جوه صناديق حديد، ومن ضمنهم بتبقى المعزة ديلا، وده كان معلم السحر بتاعهم في مدرسة السحر. ولما بتحاول تتكلم معاه بتلاقيه فقد القدرة على الكلام أصلا، وسبحان الله زي ما يكون أوز حاسس إن في حاجة بتحصل من وراه، لأنه بيجي في اللحظة دي وبيفضل يترجع عشان تفهمه لأن كل ده مجرد سوء تفاهم مش أكتر، وإن كل الحيوانات اللي هنا ما ينفعش يثقوا فيهم لدرجة إنهم يسيبوهم وسط الناس عادي كده. فألفا بتقوله طب ما أنت حر طليق أهو ومحدش اتكلم، وبتستخدم السحر عشان تفك الصناديق كلها وتحرر الحيوانات، فبيجروا بسرعة قبل ما يهجموا عليه. وساعتها الجود جليندا بتبقى بتطل بالفستان الأبيض مع فيرو حبيبها، وقبل ما يخلصوا طقوس الجواز بيلاقوا الحيوانات داخلة تحضر معهم الفرح. ففيرو بيسيب العروسة والمعازيم والحيوانات وبيجري بسرعة لأنه بيكون متأكد إن ألفا هي اللي عملت كده. ولما بيوصل مكتب أوزو بيطلع المسدس بتاعه وبيصوبه في وشها، فساحرتنا الجميلة بتدخل في حالة صدمة لأن أيام المدرسة كان في إعجاب متبادل ما بينهم، بس عادي يعني ما جاتش على دي، ما هو كده كده كان ناوي يتجوز صاحبتها. وفجأة بنلاقيه بيرجع في قراره وبيصوب المسدس في وش أوز وبيقول له أنت فاكرني هدافع عنك بجد؟ وبيدخله الزنزانة عشان يجرب القعدة جوه شوية. وقتها الجود جليندا بتوصل وما بتبقاش مصدقة لعينيها شايفاه، معقولة خطيبي بيخوني مع صاحبتي في يوم فرحنا وكمان بيخون سحر القرية؟ فبيصدمها أكتر وبيبلغه منه يمشي معاها وبياخدها من إيديها وبيجروا. وفي الوقت ده جليندا بتتحول وبتبقى جليندا المتخانة وبتقرر تطلع أسوأ ما فيها، وبتفهم الساحرة موربل إن أسهل طريقة عشان يقبضوا على ألفا إنهم يسيطروا على أختها. وبترجع تاخد جولة في قاعة الفرح بتاعتها وهي قلبها مكسور لأنها ما كانتش متوقعة إن يوم فرحها هيقفل بالطريقة دي. أما بقى عصافير الكناريا بتوعنا فبيرجعوا على الكهف لأن مفيش مكان ممكن يستخبوا فيه غير ده. وطبعا ساحرتنا الجميلة بتبقى مش مصدقة نفسها إن فيرو تخلى عن كل حاجة عشان يكون معاها، فبيعترف لها إنها جميلة في نظره لأنه شاف الجمال اللي جواها،
وبعدها بتبقى الساحرة موربل بتنفذ الخطة بتاعت جليندا بس على مستوى أعلى شوية، وبتعمل عاصفة كبيرة وبتبعتها من عندها لحد نيسا مخصوص عشان تطربق البيت فوق دماغها. وفعلا ألفا بتحس بصوت أختها وهي عمالة تنادي على بوك، وفجأة بتشوف رؤية إن البيت بيتهد، فبتودع فيرو عشان تروح لأختها بسرعة. وتاني يوم بتبقى جليندا واقفة قدام بيت نيسا ومتأثرة جدا بسبب وفاتها، وتقريبا كده هي رجعت طيبة تاني. وقتها بتلاقي ألفا جاية هي كمان عشان تودعها، فبتحاول تهون عليها وإن إحساس وحش قوي إن بيت كامل يقع عليك. فألفا بتتعصب لأنها بتتعامل على أساس إن كل اللي حصل ده مجرد حادثة، وهي متأكدة إن السحر هو السبب. بس طبعا اللي مستحيل تتوقعه إن صاحبتها شخصيا هي اللي اقترحت الفكرة. فجليندا بتفتكر اللي حصل في الفرح وإنها خدت خطيبها منها وبتضربها بالقلم، وبتسألها ارتحت كده وبترد لها نفس القلم بالظبط. وفجأة الموضوع بيوسع منهم وبيمسكوا في بعض لحد ما الجنود بيتلموا حواليهم. وهنا بقى ألفا بتتأكد إن جليندا ليها يد في وفاة أختها. وساعتها بيلاقوا فيرو وصل عشان ينقذها وبيصوب السلاح بتاعه في وش جليندا، لأن دي الطريقة الوحيدة اللي هتخلي الجنود يسيبوها في حالها. وعلى قد ما جليندا بتبقى متضايقة جدا من اللي بيحصل بس بتطلب من الجنود إنهم يبعدوا عنها، لكن ألفا ما بتبقاش عايزة تمشي وتسيب فيرو لوحده لأنها متأكدة إنهم مش هيسيبوه في حاله ومش بعيد يخلصوا عليه. بس هو بيطمنها إنه هيقدر يتصرف وإن أهم حاجة إنها تكون كويسة. وفعلا أول ما ألفا بتاخد المقشة وبتطير بنلاقي الجنود هما بيمسكوا فيرو عشان يحتجزوه عندهم. وفي الوقت ده ألفا بتجري على الكهف بتاعها وبتطلع كتاب السحر عشان تعمل أي تعويذة من الكتاب تساعده إنه يقدر يتحمل الضرب اللي هيتعرض له، وإنه لو عملوا فيه إيه هيفضل عايش برضه. وفي نص ما هي عمالة تعيد في التعويذة وقلبها مكسور بتحس إنها فقدت الأمل لأنها أصلا مش فاهمة معنى التعويذة ويا ترى هتفيده ولا هتضره. وبتاخد قرار مع نفسها إنها تحول كل الطيبة اللي جواها لشر عشان تجيب حق كل اللي كانت بتحبهم وفقدتهم بسبب السحر. وساعتها الساحرة موربل بتبلغ الساحر أوز إن في بنت ومعاه 3 أشخاص جايين من مدينة كنسس، واحد فيهم متحول لحديد والتاني من قش والتالت متوتر زيادة عن اللزوم، وهدفهم واحد يتخلصوا من الساحرة الشريرة، يعني معانا على نفس الطريق وهنقدر نستغلهم بسهولة. بس الغريب بقى إنه هم داخلين بنلاقي البنت لابسة نفس الجزمة الألماظ اللي نيسا ورثتها من أمها، وتقريبا كده والله أعلم شكلها لسه عايشة بس اتحولت هي كمان. وبعدها بنلاقي أهل القرية كلهم متجمعين حوالين بوكو وعمال يحكي لهم إنه اتحول بالمنظر ده بسبب ألفا وإنه هيدفعها تمن كبير قوي. وأول ما جليندا بتشوف المنظر بتتضايق جدا لأنها ما كانتش متوقعة إن هيجي اليوم اللي هيتفرقوا فيه بالطريقة دي. وطبعا معروف إن في المواقف اللي زي كده هنلاقي الفنانة بتغني عشان تطلع الكبت اللي جواها لأنها أخيرا بتبقى استوعبت الوهم اللي عايشة فيه. وبتروح لموربل المكتب عشان تسألها عن العاصفة اللي كانت سبب في وفاة نيسا. فالساحرة بتبقى خلاص جابت آخرها من العبط اللي جليندا عايشة فيه وبتقولها وانت فاكرة نفسك طيبة بجد ولا ايه؟ ده مجرد شو احنا اللي كنا عاملينهولك عشان نسيطر على الناس، لكن هتصدقي الدور وتتصرفي على أساسه هتلاقي رد فعل مش هيعجبك. فجليندا بتقرر تتغير وتبقى جليندا القوية وبتلبس الشال الأسود وبتاخد الحصان بتاعها وبتروح لألفا في الكهف اللي هي عايشة فيه لأنها محتجزة عندها بنت أوز عشان تعمل له رعب، وبتطلب منها إنها تسيب البنت ترجع لأنها ملهاش ذنب في كل ده. لكن ألفا بيبقى خلاص مش فارق لها أي حاجة غير إنها تاخد حقها. وفي اللحظة دي بيلاقوا القرد تشيستري جاي يديهم قطعة من الجاكيت بتاع فيرو وبيبلغهم إنه للأسف توفى، فبيفضلوا يعيطوا هما الاتنين. فألفا بتحاول تفوق وبتطلب من جليندا ترجع للقصر بسرعة لأنهم لو شافوها هنا هيكرهوها هي كمان، وطالما عايزين حد ياخد دور الشرير فهي مستعدة تاخده عادي. والأول مرة جليندا بتبقى عايزة تساعدها فعلا بكل الطرق، لكن ألفا بترفض لأن خلاص الوقت عدى وبتديها الكتاب بتاع السحر عشان تخبيه بأي طريقة لأن كل التعويذ اللي جواه بتتحول لشر في الآخر. وفجأة بيسمعوا صوت الجنود وصلوا، فألفا بتخبي صاحبتها بسرعة وبتخرج عشان تواجههم بنفسها. وللأسف جليندا بتسمع صوتها وهي بتعيط لأنهم بيرشوا عليها مية بتخليها تختفي تماما وما بيتبقاش منها غير المقشة والطاقية السوداء اللي كانت دايما بتلبسها. وبعدها بتلاقي القرد جاي يديها الإزازة الخضراء اللي كانت دايما بتحتفظ بيها تحت المخدة بتاعتها لما بتنام. وأول ما جليندا بتشوفها بتتصدم وبتروح تديها للساحر أوز، فبيتصدم هو كمان لأنه بيستوعب الحياة المرة وإن ألفا تبقى بنته لأنه ما خانت جوزها معاه وهو اللي كان مديها الإزازة دي يومها. فجليندا بتستغل الموضوع لصالحهم وبتطلب منه يلم حاجته ويسافر من القرية حالا قبل ما تفضحه قدام كل الناس. وبعد ما بتخلص معاه بيجي يدور موربل لأنها بتخلي القرود ياخدوها في جولة في السماء عشان يتصرفوا وهم بقى معاها. وفي الوقت ده بتجيب التاج وبتلبسه وبتخرج لأهل القرية عشان تعلن إنها الملكة وإن من النهاردة الحيوانات هيعيشوا وسطهم في حرية كاملة لأنها حابة تبقى جود جليندا بحق وحقيقي. أما بقى ألفا فبنكتشف إنها لسه عايشة عادي وإنها كانت مستخبية في فتحة جوه الأرض. ده غير إن فيرو عايش هو كمان، هو حصل شوية تعديلات في شكله وتحول لنص أسد بسبب التعويذة بتاعتها بس قشطة يعني المهم إنه عايش.
وطبعا بيهربوا هما الاتنين مع بعض في مكان بعيد عن أوز عشان يعيشوا سوا من غير صراعات. وبجملة الأخبار الحلوة بقى بنلاقي جليندا واقفة في البلكونة وعمالة تغني، وفجأة بتلاقي كتاب السحر بيتفتح قدامها، وده معناه إنها أخيرا بقى عندها قدرات سحرية كمان. الفيديو ده كتبته منى بيومي وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه أحمد العربي. سلام.